السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الصراحة اليوم من صدق وصلت لحد يعني يأس من هذه البلاد والقادة حقها والحكومة والانتقالي وكلهم. أقسم بالله حتى الناس ماش قادر رحمة بقلوبه ماش يعني إيش كيف أوصف لكم؟ اليوم أنا خارج أسمر بدي الدفاتر حق الرواتب، قدر رواتب من حق الجيم من 34,000. إيش الرواتب؟ حتى مش حق قطمة سكر، حق قطمة صليب. اروح البريد حق المنصوره اجي عند اصحاب التامينات، كنت اول تجي على ناس من حتى صورهم بشوشه تبتسم بوقات، اجي اقول لهم ده الجواز حق امي تمام، وهذه البطاقه الشخصيه قاول روح يبيع. ايش اجيب انسان مشلوله؟ يعني من هنا من الشيخ عثمان لداخل المنصوره السياره كم تشي مني؟ يقولوا لي بحق الله تكلموا بكم تشي السياره؟ 3,000 4,000 ريال، راتبي 34، راتب امي 34، لا فين نوصل؟ الشعب قالوا يشحت ملأ الناس الآن تبيع أرض الآن الناس تمام. يعني البلاد هذه استغفر العظيم سمك داخلته، سمك من النفط من يا قيادة الانتقالي، الله يلعنكم ويلعن الحكومة وكلكم، من اللي عند الرئيس لما عند الحارس. أنا وقت أنا يا أساس صدق والله العظيم قالوا رجعت ثاني مرة من معك وكالة من أمي قلت لهم ما نسيته من عقاب الرحمة يعني في قلوبكم بقلوب البشر، لأن خلينا نتراحم. قلت للشخص نفسه ملا بتوصل لهذا الحد أنت ما بتلاقيش حد يرحمك؟ قال مالكش دخل. طيب أوكي، هنا السؤال، رجعت ثاني مرة المنصورة شلت معي الوكالة، الرجال روح وهم عاسلين بيفتحوا العسل، روح الرجال. طيب خلاص روح، الله بيجعل له إن شاء الله يدور العافية ما يلاقيهاش. هو ولا أي إنسان سمسري أي شخص داخل البلاد بتشتغلوا زي الناس تورة يا جنوب على إيش؟ متحمس بس تورة يا جنوب، ولا عاد صلحنا شيء في البلاد ولا عاد نصلح شيء هذا يما، ولا عاد سوينا شيء لهذه البلاد. يعني أصبحنا نحن في به مناضلين شرفاء، أصبحنا في سلة المهملات. نحن الآن نشتي حقوقنا كشعب نعيش بكرامة زي الناس، وصلنا لحد محدد. ملء أمل سوقي نزلت عدة رسائل صوتية وكنا نقول هذه عليها بلا عقل بلا دماغ، لكن الآن أنا أوافق إنكم زبالة ولا صلحتوا للشعب شيء ولا حاجة تمام. طبعا مش سمسارة يا أصحاب البريد، إذا انتوا نظام قانون تعالوا عسوا على هذا الرأس. هنا دعسوا كلمتهم داخل قلت لهم أنه سمسارة ونحن بنمشي بالنظام. إيش الحل؟ قولوا لي أنا تروي البيحان ناس ضد والنوبية، كرهت الجنوب مشيش على الجنوب، كرهت وصل لحد معين تمام. الزبيدي لو كنا عليه يخرج للخارج ونعمل نحن حل، فين الحلول؟ فين الحلول اللي بتعملوا حناياته؟ نحن وصلنا خلاص يعني نخرج نشحت عاد بالشوارع تمام. والله العظيم لو مش حرام عند الله سبحانه وتعالى بيكتب لي يمين الله بشر نفسي بقنابل، اقسم بالله العظيم اي مكان فيه بفازدين بفجر نفسي داخلته. يلا ما ادريش انني اقول لكم مع السلامه ولا هذه البلاد قديل الدهوفه ولا بدأت زباله. والله كنت احب عدن واعشقه، كرهتوني بحاجه اسمها عدن. من ايش؟ من الناس، من القيادات، من الرؤساء والزعماء والحراس، كلكم فاشلين. يعني خلاص ما عاد فيش عاد في وزت معي اليوم.